بيبدأ الفيلم في عرض البحر وبنت بتغني وهي بتصطاد سمك كتير وبتنزل على المرسى علشان تبيع السمك للصيادين اللي بيبيعوه في مزاد. وواحد منهم بتتعامل معاه بيطلع بخيل جدا والتعامل معاه صعب قوي. بعدها بترجع لأبوها وأخوها وبتقول لهم على الموقف اللي حصل بينها وبين الراجل ده، وبيتكلموا إنهم يحاولوا يشتغلوا لوحدهم وبيفتكروا الصيادين حاولوا يعملوا كده بس الموضوع منفعش. وبتسلم روبي عليها وبيقول لها أبوها إن ما تنساش ميعاد الدكتور، وبتروح على مدرستها بالعجلة بتاعتها واللي شاطرة جدا في سواقتها، وبتنام في الحصة من كتر التعب والإرهاق علشان بتساعد أهلها في الصيد في البحر. بعدها بتتكلم مع صاحبتها وأثناء ما هما بيتكلموا بتيجي واحدة من زمايلها في المدرسة وواضح إنها بتكرهها وتنكح حبتين. وبتكلم صاحبتها فبتقول لهم مفيش حد شامم ريحة سمك وحشة كده، وهي بالأساس بتقصد روبي بالكلام ده وكانت بصلها وهي بتقول كده. بعدها بتطلع روبي من المدرسة بتلاقي باباها ومامتها منتظرينها علشان يروحوا للدكتور، بس صوت الأغاني اللي مشغلينه في العربية بتاعتهم عالي جدا. وبتنبههم لده، ومامتها بتقول لها انه كان لازم تغير هدومها وده علشان ريحة الهدوم زفرة جدا من السمك. وبرضه باباها بيقول لها انه بيحب الراب جدا وبيحب يكون الصوت عالي جدا وجوه العربية وهو بيسوق. وبيروح للدكتور واللي بيكشف عليهم وبعده بيقول لهم انه عنده حساسية ومحتاجين علاج مكثف لمدة اسبوعين وما ينفعش يتغير العلاج بأي شكل من الاشكال. بيرجعوا على البيت وبتحاول روبي انها تذاكر وبتبقى مش عارفة تذاكر اي حاجة ولا حتى تركز خالص من صوت الدوشة بتاعتهم، فبتقرر انها تلاقي حل وانها بتحط سماعة في ودنها علشان تعرف تذاكر. فبتقول لها مامتها تشيل السماعة علشان ده غلط. وأول ما بيتجمعوا على العشاء أخوها بيفضل يتصفح برامج تندر وهي مبسوط بيه، بس بتعترض روبي على كده وبتقول لمامتها ازاي عندك مشكلة في سماع المزيكا بتاعتي لما بحط السماعة في وداني، لكن تندر اللي عمال ليه وأخوها يتصفحوا على الأكل مفيش فيه أي مشكلة ولا حتى معترض عليه. بنرجع للمدرسة تاني يوم وبيجي لهم مدرس موسيقى وشكله شاطر جدا وصارم علشان يحدد طبقات صوتهم، وبيختبر كل زمايلها بسرعة جدا بيعرف يحدد طبقة صوتهم من غير ولا غلطة. ولما بيجي الدور على روبي بتتوتر وبتهنج وبتسكت علشان بتلاقي نفسها ما بتعرفش تقول أي حاجة، وبتجري تروح عند بحيرة في مكان هادي وفاضي خالص وبتبدأ تغني وبيطلع صوتها حلو جدا ومميز ومؤثر لأبعد حد. بترجع على البيت وبتعرف إن في مشكلة بين باباها ومامتها، وإن مامتها لما جت تستعمل الكريدت كارد اترفضت منها وهي مش عارفة إيه السبب إن ده يحصل. فبيقول لها باباها إن مفيش فلوس وإنه ضروري يوفر كل مصاريف مركب الصيد والصيانة بتاعتها علشان يقدر يستمر، وإن الحقيقة مفيش معاهم فلوس. وبتقول له مامتها إنهم لازم يلاقوا أي حل لأن الوضع ده صعب إنه يستمر، وإنهم مثلا يعني ممكن يبيعوا المركب. بيقول لها إن ده صعب والسبب إنه للأسف ما بيعرفش يعمل أي حاجة تانية غير مهنة الصيد اللي يعتبر محترف فيها وبيشتغلها من زمان وما يعرفش غيرها شغلانة ممكن إنه يشتغلها. بترجع تاني لأستاذ المزيكا واللي اسمه أستاذ فيه، وبتقول له أنا اتوترت من زمايلها وعلشان منهم ناس اتريقت عليها واستهزأت بيها قبل كده. وبيقول لها أنت فعلا يعني شاطرة في الغنى ولا ده مش حقيقي؟ بتقول له إنها فعلا شاطرة في الغنى وبتعرف تغني كويس، وبيكون رده عليها إنه بيقول لها أوك ميعادنا وقت الحصة الجاية. بترجع البيت مع صديقتها وبتقول لها مامتها انه تتصل بجدتها، وبتفضل مع صديقتها شويه وبتسمعها تراك مزيكا بتحبه جدا، لكن صاحبتها بتتضايق منه وبتستغرب قوي، هي معجبه بالتراك الغريب ده واللي شكله تراك مزيكا من اسطوانه لقيتها في الزباله. وتاني يوم في الحصه بيجي الدور على روبي في الاداء، وفعلا روبي بتعمل فرق كبير وسط زمايلها في موضوع الغنى وبتغني كويس جدا لدرجه ان الاستاذ بيعجب بيها جدا بصوتها وبأدائها، وبيقرر إنه يختارها ويختار كمان واحد من الطلاب اسمه مايلز، وبيقرر إنهم يكونوا دويتو في الحفلة هو يرتب لها ومسؤول عنها. ومهم بالنسبة له إنه يلاقي أصوات كويسة وقيمة زي أصوات روبي ومايلز. بترجع على المكان اللي بيصطادوا فيه وبتلاقي أخوها بيفاصل مع مشتري، بس المشتري ده باين إنه نصاب وعمال يفاصل مع أخوها ليو، وبتدخل في المناقشة بالمشتري النصاب وبين أخوها. وبتقول لباباه إنه يبعد عنهم ويغيروا الطريقة اللي بيتباع بيها السمك اللي بيصطادوه من البحر. ولما بيسألها مين هيبيع السمك اللي احنا هنطلعه من البحر، واحنا مرتبطين بنظام المزادات واللي كل الصيادين هنا ملتزمين بيه وما ينفعش انه يتغير. بتقول له ان هي واخوها هم اللي هيغيروا الطريقه دي ومش هيلتزموا بفكره المزادات دي خالص، بس بابا بيتضايق وما بيقتنعش بالكلام وبيسيبهم وبيمشي. تاني يوم بيتكلم مدرس المزيكا مع مايلز وروبي علشان يغنوا الاغنيه قصاده، وبيلاقي طريقه الاداء بتاعتهم مش فعاله خالص ولا في اي تناغم بينهم في الغنى، وبيكتشف انهم ما اتدربوش عليها سوا خالص وإن الأداء مفيش عليه أي بروفة قبل الغنى، وبيحاول يكسر الجليد بينهم علشان يعرفوا يغنوا الأغنية كويس ويقدر ينجح بيها في الحفلة اللي بيرتب ليها وعاوزها تطلع أحسن شكل ممكن. هو بيقول لها إنها موهوبة وشايف فيها موهبة قوية جدا بس للأسف محتاجة تدريب كتير، وإنه يساعدها في الحكاية دي ويدربها على الغنى كويس جدا كل أيام الأسبوع حتى في أيام الأجازة. مستعد إنه يدربها بس هي كمان لازم تكون مستعدة للتدريب الكتير ده وتلتزم بمواعيد التدريب بتاعته كلها علشان توصل للمستوى اللي يليق بموهبتها في الغنى. بنرجع لمكان الصيد وبيدور حوار بين اخوها ووالدها، وبيتكلم فيه اخوه عن انه متضايق جدا من طريقة البيع بتاعة السمك اللي بتحصل في المكان ده، وانهم مضطرين يستسلموا لحكاية المزادات واللي بتتحكم في تعبهم وبيشتريه الناس بسعر ضعيف جدا.
هو بيقول له نقدر نبقى كيان لوحدنا ونتحكم في باقي السمك اللي بنصطاده ونكسب منه كويس ويمكن اكتر بكتير من المبالغ اللي بيبيعوا بيها دلوقتي. وبيقول له بابا انه لازم ياخد باله من اللي بيحصل حواليه هنا وان كل الناس هنا بيكرهوه وبيكرهوا حاجه اسمها ناس صم وبكم هنا وبيكونوا منبوذين ومحدش عاوز يتكلم او يتعامل معاهم خالص وبيسيب اخوه علشان يروح بار ومش بيكون مقتنع بكلامه. بس بتحصل بينه وبين واحد مش أصم خناقة كبيرة جدا والسبب بيكون الشخص اللي اتضايق ليه ويتعمد انه يهينه علشان هو أصم ومش هيلاقي حد يتعاطف معاه ويقف جنبه في المشكلة دي مهما حصل. بيروح مايلز على بيت روبي علشان يتمرنوا على الأغنية زي ما طلب منهم الأستاذ وقال لهم إن ده لازم يحصل علشان يبان في الأداء بتاع الأغنية وقت الحفلة قصاد الجمهور. وبيعملوا بروفة حلوة جدا مش بيصدقوا إنهم قدروا يلعبوها بالاحتراف والتناغم والإتقان ده كله، بس للأسف الأمور مش بتكمل بشكل كويس وده لأن بيحصل تاتش بينهم بسبب إن مايلز حصل منه تصرف مش ظريف. هو إنه اتكلم مع أصحابه عنها بشكل مش حلو خالص وبيقول لها كنا بنهزر يعني. بتروح تكمل تدريب على الأغنية مع مدرب المزيكا الأستاذ فيه وبيكون مبسوط جدا من أدائها في الغنى. بنروح بعد كده الاجتماع معمول للصيادين علشان قرار انهم يخلوا على كل مركب مراقب صيد يعرف كمية السمك بالظبط على كل مركب. وبيعترض فرانك ابوها على القرار وبيقول له احنا صيادين من زمان وان القرار ده مش هيكون مفيد خالص لاي حد. وبيقرروا يعملوا دعاية خاصة بيهم في مزاد الصيد وبعدها بياخدوا مكان يكون محل لبيع الاسماك باسمهم هم بس. في نفس الوقت روبي ادائها الغنائي بيتطور فعلا بشكل كبير بمساعدة مدرب المزيكا اللي مبسوط جدا من ادائها. بيحاول مايلز يصالح روبي وبيقول لها ده كان هزار مش مقصود وانه شايفها افضل منه في كل حاجه في صوتها وتعاون اهلها مع بعض وحاجات كتير حلوه في حياتهم. بتجهز نفسها علشان ميعاد التدريب ومامتها بتقول لها ان قناه التلفزيون جايه تعمل معاهم حوار وتتاخر على التدريب بتاع استاذ في ولما بتروح له على البيت مش بتلاقيه. بتروح له على المدرسه وبتلاقيه متضايق جدا منها وبيحصل مناقشه صعبه بينها وبين عائلتها انهم عاوزينها تترجم لغه الاشاره للناس وهي عاوزه تكمل اختبارات جامعه بريكلي وتكمل ناحيه المزيكا. تاني يوم بيكمل فرانك وابنه الصيد في البحر وبيطلع معاهم مراقبة وبتعرف انهم صموا وبيلغوا رخصة الصيد بتاعتهم وان السبب في ده وبتقول لهم انه مش غلطتها وكان لازم يكون في مساعد معاهم غيرها. وبيتحاكموا وبيتكرروا عليهم غرامة وبيعرفوا انه ما ينفعش يرجعوا البحر تاني الا لو معاهم شخص بيسمع ويترجم لهم. وبيفكر باباها انه يبيع المركب وبتقول لهم انها هتكمل معاهم على المركب علشان صعب يكملوا من غيرها وهتأجل دخولها للجامعة. بس بيتضايق اخوها جدا من ترددها ورد فعلها الغريب. بعدها بتدور عليه وبتقول له انه عرف ان موهبتها في الغنى لازم تكمل وهم لازم يخلوا الناس تعرف تتعامل مع الصم. وبيجي ميعاد حفلة الخريف اللي كان بيرتب لها الاستاذ فيه وبتيجي عائلة روبي كلها تتفرج عليها وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعد الحفلة بتعرف روبي على الاستاذ فيه وبيرحب بيهم وبيحصل سوء تفاهم وبيقول لها تترجم لهم ان بنتهم موهوبة ولازم تدخل اختبارات الجامعة فبتترجم نص الكلام ومش بترجم جزء الجامعة ده. وبتشكر الاستاذ فيه ولما بيرجعوا البيت بابا بيقول لها غني لي الاغنية وبيحس انها موهوبة فعلا. وتاني يوم بيصحيها علشان كلهم يوصلوها للجامعة علشان تأدي الاختبار هناك. وفعلا بتدخل الاختبار وبيكون صعب شوية بس بتجتهد فيه جدا وبتنجح في الاختبار بتاع الجامعة وبيفرح جدا بيها الأستاذ فيه. وبس كده يكون خلص فيلمنا. أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم منا كل جديد.